بعض الحقوق ما كتعرفهاش المرأة مطلقة. بزاف ديال النساء كيطلقوا ما كيعرفوش شنو عندهم من حقوق في القانون المغربي. اليوم غادي نكشف لكم 4 الحقوق مهمين بزاف. الحق الأول، نفقة المتعة. هذه بمثابة تعويض على سنوات الزواج، والقاضي كيحسبها على حساب مدة الزواج، الوضعية المادية ديال الراجل، وخصوصا أسباب الطلاق، وشكون اللي يتعسف فيه حسب المادة 84. يعني كل ما طالت مدة الزواج وكان الراجل هو الظالم كل ما زاد المبلغ. الحق الثاني، نفقة العدة. هذه نفقة كتاخدها المرأة طيلة فترة العدة ديالها، اللي كتختلف المدة ديالها من مرأة الأخرى، وكتشمل السكن والماكلة والملبس. 319 339. الحق الثالث، أجرة الحضانة. إلا كانت عندك الحضانة ديال الأولاد، من حقك أجرة شهرية زيادة على نفقة الأولاد. الفلوس ديال الحضانة بوحدهم، والنفقة ديال الماكلة واللبس للدراري بوحدهم، وهذا الشيء بزاف ديال النساء ما كيعرفوش. الحق الرابع، السكنة، سكن المحضون. إلا كنتي حاضنة للولاد وما عندكش فين تسكني، الأب ملزوم قانونا يوفر لكم سكن لائق، ولا يخلص لكم الكاب بشكل مستقل على النفقة، وهذا حق مكرس في المادة 168 من مدونة الأسرة. وهنا أجي نعطيك إضافة ذهبية من التعديلات الجديدة المقترحة. في المقترحات الجديدة لمدونة الأسرة، هذا الحق ديال حضانة الأطفال وسكن المحضون غيولي مضمون للأم المطلقة حتى وإن تزوجت مرة أخرى. نصيحتي ليك، قبل ما تمشي للمحكمة عرفي حقوقك كاملين. أنا السي المحامي، تابعني باش تعرف اللي ليك واللي عليك.